ممكن تكون شايف نفسك عصبي ومتسرع ومتهور، كمان عيلتك عندها نفس الرأي ده وشايفين ان التعامل معاك صعب، ولكن لما انت بتغير السكن بتاعك مثلا وتروح سكن الجامعة او تروح شغل بعيد بتلاقي نفسك انك مش متسرع وانك رزين في تصرفاتك، وتكتشف انك هادي كمان ومفيش اي حاجة من الحاجات العصبية اللي هم بيقولوا عليها دي كلها. فين المشكلة او فين اللبس في الموضوع؟ انا عماد حامد ودي قناة الرحلة. يلا المهم ما تنساش تدعمني عشان اخوك قضاء عشان اخوك يعني اخوك بدأ مش بدأ ايه اصلا، بس قبل ما ابدا في الموضوع عايز احكي لك قصه كده. في حد من اصحابنا بيحكي ان عنده واحد صاحبه هو وابوه وامه واخته، العيله كلها عندهم صوتهم عالي وبيزعجوا على اتفه الاسباب وعندهم مشاكل دايما ومتسرعين جدا في قرارات. طبعا هو كمان في البيت بيفضل يزعج ويتخانق معاهم على اتفه الاسباب، ولكنه في ايام الجامعه كان ساكن معاهم وما كانوش بيسمعوا له صوت ولا بيسمعوا له حس، ودايما ساكت عادي في حاله وما كانش بيتعصب ولا بيتنرفز غير نادرا الا لو حصلت حاجه مهمه جدا او حاجه عصبته فعلا. فانا عايز اوصل لك ان البيئه مهمه جدا جدا. خليك عارف ان بعض الطبائع والصفات اللي فينا مستحيل تتغير الا لو غيرنا البيئه المحيطه بينا او الناس اللي حوالينا او الناس عموما اللي قريبين مننا، لان البيئه هي اللي احنا اتغذينا منها وخدنا كل الصفات دي منها وتشربناها وبقت جزء مننا. فعلشان نتخلى عن الجزء ده محتاجين نتخلى عن البيئه نفسها، مش قصدي البيئه ككل، كصفه معينه. يعني انت مثلا خدت صفه معينه وحشه من المكان ده، فحاول تتخلى عن المكان ده او تبعد عن المكان ده علشان تطلع الصفه دي منك. مش قصدي ان انت هتروح بقى تهجر ابوك وامك واهلك والعيله والدنيا دي كلها والناس واصحابك علشان في صفه مثلا وحشه مش عاجباك، لا مش ده قصدي. ولو انت برضه حاسس انك عصبي او عارف عن نفسك عصبي او انت مقتنع بكده، المهم هقول لك على شويه حاجات تعملهم، طبعا بعيد عن ان انت مش هتقدر تغير البيئه كلها او مش هتغير البيئه، ولكن او تتجنب حاجات اللي بتاذيك او اعتزال ما يؤذيك زي ما سيدنا عمر كان بيقول. ولكن الحاجات ديت اعملها. اول حاجه التفريغ بالكتاب. اكتب كل مشاكلك، كل همومك، كل احزانك، كل الحاجات اللي بتعصبك اكتبها في ورقه. الحاجات دي بتخلي تفرغ الطاقه اللي جواك كلها في الكتابه، ومش هتخليك محتاج انك تتعصب مع حد او انك تتعارك مع حد عشان ما يعملكش كوبايه شاي مظبوطه او اي حاجه. المهم ان انت هتفرغ كل الطاقه السلبيه ديت او كل الطاقه دي عموما، حتى لو ما فيش حلول واقعيه على الورق، بس انت بمجرد ما تفرغ الحاجات دي كلها على الورق وتبقى مفضي كل دماغك على الورق، تبدا تشوف الحاجات، في حاجات هتلمس معاك وهتفضل تربطك في بعض لحد ما تلاقي حل للمشكله ديت. او حتى لو ما لقيتش حل، مجرد التفريغ وانك تطلع الطاقه السلبيه دي او الطاقه ديت في الكتابه نفسها ده شيء مفيد ومش هيطلع على الناس. ثاني حاجه تغيير الاستجابه او رد الفعل. يعني مثلا لو انت بتتعصب بسرعه وحد جاي يستفزك وهو عارف انك دايما بتستفز وبتزعج لما هو يستفزك، فانت غير الموضوع ده. فتلاقيه مثلا هو بيستفزك وانت قاعد هادي خالص مفيش اي حاجه ولا كانه موجود، الموضوع ده نفسه هيتعبه هو، يعني هو هيتعب اصلا علشان يشوف فيه ايه. فمعناش دعوه بيه، ولكن هو هيأثر عليك فعلا بتأثير مع الوقت. هتبدأ طبعا في الأول هيكون صعب جدا، ولكنه مع الوقت هيكون ليه تأثير كبير جدا، وهتبدأ تتحكم في أعصابك ومش هتحكم. ثالث حاجة إعادة تعريف نفسك، بمعنى إنك ما تعرفش نفسك من خلال الناس. يعني مثلا ممكن حد يقول عليك إنك فاشل، انك عصبي، اي صفه سلبيه خلاص ممكن يقولها لك، فانت تبدا تاخد الصفه ديت وتتشربها، تبدا تقول اه اصلا انا فعلا فاشل، اصلا انا فعلا ما بنجحش، اصلا انا فعلا مش عارف اعمل، اصلا انا. فده كله انت كده بتعرف نفسك من خلال الناس. لا انا عايزك تاخد مع نفسك، اه حتى لو انت اخطات في حاجه هتقول انا اخطات في كذا، وده معناه ان انا مش فاشل ولكن ان اخطاء، وانا بحاول ان انا احصل على افضل نسخه مني ولكني بحاول. ففي احتمال للخطا واحتمال للصواب، والحاجات اللي الخطا انا هصلحها، والحاجات الصواب هفضل ازود منها. فده انت كده بتعرف نفسك، ده اسمه وعي، انك تكون عارف نقاط القوه عندك وعارف كل حاجه عندك، فده اسمه وعي. ما تخليش حد بقى يعرفك اللي هو ده انت فاشل، ده انت مش عارف تعمل حاجه، ده انت كذا، فده مصيبه. ولو حد دايما بيقول لك الجملتين دول او في اي صفه فيك عموما، مش معنى انك ما تاخدش رايه كنقد بناء او كده، ان انت لو فيك فعلا حاجه وحشه ممكن تحاول تصلحها، ولكن زي ما قلت لك ما تاخدش انه رايه ده قانون او رايه ده قرآن، ان هو فعلا دام قال كده يبقى انا فعلا كده. لا انت ممكن هو ممكن يكون رأيه صح فانا عندي غلطة فانا هحاول اصلحها، او ان هو رأيه ملوش لازمة ويخليه لنفسه وما يشغلناش اصلا، انا تمام الحمد لله والدنيا تمام عندي، فما اشغلش بالي هو بيقول ايه وده بيقول ايه وده بيعمل ايه. فانا عندي وعي بنفسي، فده هيفيدك جدا جدا وهنجيلك في حتة تانية تفكيرا وعملا وكل حاجة ونفسيا. المهم لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك كومنت واشتراك، ولو حابب تشوفني كتير يعني حاول تدعمني علشان ضغط بتجيلي اليومين دول، لان بنزل الفيديو ما بيجيبش حتى 2 مشاهدة. اتمنى لو فيديوهاتي بتعجبك ما تنساش تدعمني علشان محتاج الدعم. دردشة صغيرة كده عشان انا مش قادر يعني عموما. خلي عندك دايما فكرة الكتاب، الكتابة دي مريحة جدا 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 فوق ما تتخيل. احيانا لما يكون الواحد زهقان او طفحان مش قادر يعمل اي حاجة،
بمجرد ما يكتب اللي جواه هو بيتخلّص من شعور سلبي، شعور هو مش عارف يوصفه أصلًا، فهو بيتخلّص منه. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله. فهو بيتخلّص منه، من الشعور ده، كمان ممكن وهو بيتخلّص منه يلاقي له حل، فاهم؟ أنت بتكتب الحاجات بتفرّغ دماغك كلّها. أحيانًا أنت من كتر التفكير أو من كتر الهَم أو من كتر كده، دماغك بتبقى مشلولة، مش عارف تفكّر، مش عارف تعمل حاجة. فلمّا تفرّغ الحاجات دي كلّها على ورقة، أنت بتبدأ تجمّعهم كده، فتلاقي حلول يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلهمك حل كده، فالدنيا بتمشي معاك. أحيانًا بيسموه تدوين، إنك تدوّن بقى يومياتك وذكرياتك أو أحيانًا تفريغ بالكتابة، إنك تكتب الحاجات معيّنة أو تكتب المشاكل أو الحاجات المهمة اللي عندك، أو إنك تكتب مثلًا الحاجات المميزة، الأيام المميزة عندك، إن أنت حاجة حصلت لك في اليوم ده فتبقى ذكرى كويسة. عمومًا اكتب، اكتب، الموضوع ده مهم جدًا ومُريح نفسيًا. أحيانًا ممكن في ناس بتكتب على التليفون أو كده على Google Keep أو أيًا يكن، بس خلّيك ورقيًا هتكون أمتع، بس ما تخلّيش حد يشوف الورق ده، عشان في ناس بتتكلم متطفلة، بتخش بتمسك سكتشاتك وحاجات من ديّة، فما تخلّيش حد يشوف الإيه، ال أحيانًا بتكون كاتب حاجات خصوصية يعني، مش خصوصية حاجة وحشة أو كده، ولكن خصوصية أيًا يكن، حاجة بتكون أنت ما بتجيبهاش لحد، فدي خصوصية. تاني حاجة بصراحة اللي أنا قُلت حتّة آآ تغيير اللي هو باستجابة الفعل دي جامدة، جامدة قسمًا بالله، وما أحسّش بيها غير اللي جرّبها. يعني أنت مثلًا عارف إن حد اللي قدّامك ده بيقول لك كلمة علشان يستفزك عشان تتعصب، فتقوم أنت حارق دم أمه وما تتعصبش. يا جدعان بتبقى مؤذية نفسيًا، والله بتأذيه، يعني هو فعلًا بيتعب نفسيًا بيها، يعني هو مش هيظهر لك ده طبعًا، بس هو فعلًا بيتعب بيها، هو بيفضل ممكن يفكّر فيها. طب هو إزاي يعني ما اتعصبش، ما مش عارف بقى. فممكن هو أصلًا مع نفسه تلاقيه بيقول لك أنا كنت باقول لك كده عشان أعصّبك، بس أنت ما اتعصبتش يا عم، تقول له ما أنا عارف، بس سهلة وبسيطة. المهم ما تنساش تدعمني عشان أخوك جدّار عشان أخوك يعني إيه، أخوك بدأ مش بدأ ييأس والله، بس فكرة لمّا تلاقي حد بيكتب لك comment جميل مستفاد حاجة، ده بيأثّر فيك نفسيًا كويس في الأيام اللي أنت مش قادر تثوّر أو تعمل حاجة، بيحفّزك إنك تصوّر. فأتمنى أنت أصلًا لو وصلت لحد هنا فأنت كده وتنين يعني، تنين، تنين، لإن ما فيش حد هيوصل لحد هنا. المهم لو وصلت لحد هنا اكتب لنا تنين في التعليقات وسلام. سلام بقى، تانية دي أخير، سلام.